السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكيكة الإسفنجية. الكيكة الإسفنجية تقدري تعملي بيها أحلى تورتة لأحلى مناسبة عندك، وإن شاء الله هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وإن شاء الله هتعجبكم. وزي ما انتوا شايفين الكيكة حجمها عالي جدا، ممكن إنك انت تعملي بيها تورتتين صغيرين أو تعملي بيهم تورتاية عالية وكبيرة. زي ما انتوا شايفين سمك الجزء الواحد حجمه قد إيه، والكيكة خفيفة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. ويلا نشوف الطريقة. ومقادير الكيك الاسفنجي بسيط جدا. كل اللي معايا كوبايتين دقيق منخولين وتسع بيضات كبار وكوبايتين سكر بودرة ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وفانيليا. ولو حبيتي تعملي الكيك الاسفنجي بالكاكاو يبقى في الحالة دي هنستبعد معلقتين كبار من الدقيق وهنستبدلهم بمعلقتين كبار كاكاو خام، وده علشان يطلع معاكي سمك الكيك مظبوط. يبقى على قد كمية الكاكاو اللي انت هتضيفيها هتشيليها من الدقيق. وهعمل تجويف في الدقيق وهنزل بالبيكنج باودر واغطيه بالدقيق. كل دي تحضيرات احنا بنجهزها قبل ما نشتغل في الكيك. وهحضر صينية مقاس 20 وهبتدي اقص ورق زبدة على قد قاع الصينية وابتدي ادخلها جوه الصينية، وهنزل بشوية زيت فوق من ورق الزبدة، وهبتدي اوزع الزيت على ورق الزبدة وعلى جوانب الصينية، واتأكد ان انا وزعت الزيت كويس على جوانب الصينية علشان الكيك لما يستوي ما يلزقش في الصينية. وبكده الصينية بقت جاهزة معايا، هحطها على جنب وهنبتدي نشتغل في الكيك. هبتدي اكسر البيض، هكسر بيضة بيضة عشان اتأكد ان البيضة سليمة وانزل بيها في الطبق اللي هشتغل فيه. منزلش بالبيض كله في طبق واحد، ممكن واحدة بايظة هتبوظ لي كل الكمية اللي معايا. بعد ما كسرت البيض واتأكدت ان كله سليم هبتدي انزل بشوية فانيليا، وبعد كده هبتدي اضرب بالمضرب الكهربائي. هضرب البيض لغاية ما البيض كله يفك من بعضه، وبعد كده هبتدي انزل بالسكر البودرة. اهم حاجة عشان تنجح معاكي الكيكة الاسفنجية لازم تضربي البيض مع السكر كويس جدا لغاية ما يرتفع حجمه في الطبق ويعلى وقوامه يتقل معاكي. كده خلاص انا ضفت كوبايتين السكر البودرة. هبتدي اقلبه الاول قبل ما اشغل المضرب عليه. هقلب السكر مع البيض وبعد كده هشغل المضرب، وهستمر في ضرب البيض مع السكر لغاية ما قوامه يتقل ويرتفع في الطبق. وهنشوف مع بعض ازاي حجم البيض مع السكر بيرتفع وقوامه بيتقل وبيبقى كريمي، وده اهم سبب من اسباب نجاح الكيكة الاسفنجية. واثناء ما انا بضرب البيض مع السكر انا مولعة الفرن علشان الفرن يسخن. بعد ما وصلت للقوام المطلوب هبتدي اضيف الكاكاو الخام وهنخله علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهضيف الدقيق وهنخله كمان مرة. هنزل بالكوباية الاولانية وانخلها وابتدي اقلبهم كلهم مع بعض قبل ما اضيف الكوباية التانية. ولما تيجي تقلبيه قلبيه من تحت لفوق وفي اتجاه واحد، وتفضلي تقلبيه لغاية ما الدقيق يختفي هو والكاكاو في العجين. وهضيف كوباية الدقيق التانية وهنخلها قبل ما انزل بيها على العجين، وابتدي اقلب الدقيق مع بقية العجين واتأكد ان الدقيق اختفى كويس في العجين. هنقلب من تحت لفوق وفي اتجاه واحد. انا مولعة طبعا الفرن عشان يسخن، عشان اول ما اخلص الكيك واحطه في الصينية ادخله الفرن على طول. كده انا قلبته كويس واتأكدت ان الدقيق كله اختفى ومفيش اي دقيق ما دخلش مع العجين. هبتدي اجيب الصينية اللي احنا محضرينها وهنزل بالعجين فيها.
وهدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 190. وده شكل الكيك بعد ما استوى وطلع من الفرن. عملت لها اختبار بعصاية الشوي وطلعت العصاية نظيفة ما فيهاش أي عجين ماسك فيها، يبقى كده استوت ومظبوطة. أثناء التسوية بتاعتها لو لقيتيها إنها استوت من الجناب ونية لسه من النص، غطيها بورق زبدة وتكمل تسوية بورق الزبدة في الفرن، وفي الحالة دي كلها هتظبط معاكي وكلها هتستوي. وبعصاية الشوي هبتدي أسلك العجين من الصينية من الجناب، وهسيبها تبرد خالص في قلب الصينية، يعني ما تقلبيهاش دلوقتي وتطلعيها من الصينية، سيبيها لغاية ما تبرد وبعد كده طلعيها. بعد ما الكيكة بردت كويس في الصينية هبتدي أقلبها في الطبق، وهشيل ورقة الزبدة اللي عليها. شايفين شكل الكيكة وشايفين الارتفاع بتاعها عالي ازاي؟ الكيكة في منتهى الجمال. وهنسيبها تستريح لمدة ساعتين وبعد كده نبتدي نقطعها ونزينها. وممكن انك انت تزينيها تاني يوم بانك تحطيها في التلاجة، بس اهم حاجة تكوني مغطيها كويس علشان الكيكة ما تنشفش. بعد ما عدى ساعتين هبتدي اقطع الكيكة، وبعد ما قطعت الجزء الاولاني هبتدي ارفع الكيكة وهشيل الجزء اللي تحت واحطه في الصينية، وارجع اكمل بقية تقطيع الكيكة. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعها جميل جدا وارتفاعها حلو، وهنبتدي نكمل تقطيع. كده خلاص قطعت الجزء التاني، هبتدي برضو ارفعه واحطه في الصينية ونكمل بقية تقطيع الكيكة. وزي ما انتوا شايفين شكل الطبقة التانية، ولسه هنقطع بقية الكيك. كده هيطلع لي 4 أجزاء من الكيك. زي ما انتوا شايفين ارتفاعها جميل جدا والكيكة هشة. الكيكة ديت ممكن تعملي منها تورتتين صغيرين أو تعملي تورتاية واحدة عالية وكبيرة زي ما تحبي. وكده بقى معانا 4 أجزاء من الكيك. وده شكل الكيكة الإسفنجية بعد ما عملناها وقطعناها. يا رب تكون طريقتها بسيطة وتكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.